مربوطة بمدى ارتياحنا للطرف الآخر، والدليل القاطع هذا الإنسان الغير اجتماعي تلاقي عنده كلام كثير يبغى يقوله، بس يخاف يقول كلام ما يناسب الطرف الآخر، مبني على اعتقادات عنده. لكن مع الشخصيات المقربة له وأعز الأصدقاء اللي عندهم كلامنجية، يمكن احتمال ما يسكتوا ومليانين معلومات تنبهروا منهم، وقد يعني تكون معلوماتهم أكثر بكثير من الإكستروفرت. أنا عندي فكرة إنه الإنسان في حياته قد يتحول من إنسان اجتماعي لغير اجتماعي مع الزمن، والعكس صحيح، من غير اجتماعي لاجتماعي. ما أعتقد إنه الشخصية تكون هي نفسها طول حياتها. في ناس يستمروا على نفس الوضع اللي هم فيه، ولكن في ناس يتغيروا. أنا من الناس اللي بديت أميل لشوية من الانتروفيرت سايد اوف مي، وحابها لأنها تناسب طبيعة حياتي في المرحلة هذه من عمري. زمان لا، إذا أنا ما أخرج، إذا أنا ما أقابل ناس، إذا أنا ما أعرف 1000 شخص، أنا ما أكون مرتاح. اليوم إذا أنا أعرف 3 أشخاص كثير، صداع، مقابلات، خروج. سبحان الله، في تغييرات تحصل كلا حسب طبيعته والوضع الحالي اللي هو فيه في حياته. فلا تنزعج إذا أنت كنت إنسان انتروفيرت، بالعكس اتعلم كيف تستفيد من هذه الطاقة. أنا أسميها طاقة كامنة، لأنه أغلب اللي بيديروا العالم اليوم ترى انتروفيرتس. كل حقون التقنية انتروفيرتس. ايش مليارات، قربوا التريليونات، اوكي، انتروفيرتس. ابتكر حاجة وما هو اجتماعي، وكل العالم تستخدمه. فيسبوك، ايلون ماسك، احتمال الوحيد حتى كمان كان غريب ستيف جوبز. ستيف جوبز كان من الناس اللي غريب الأطوار. ما أقدر أقول إنه كان انطوائي، كان شخصية غريبة، بس ما هو اجتماعي. بالعكس كان يعني مشاكله كثيرة، ومع هذا تحس إنه اجتماعي. عموما فكرة كانت في بالي، والسلام عليكم.